رؤيا جعلت صاحبها يتمنى الموت. مشاهدينا الكرام، تحية من الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الشيخ محمد متولي الشعراوي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فذهب يحكيها لأمير الشعراء أحمد بيك شوقي وهو في مرض الموت، فقال له: رسول الله يقرئك السلام وبيقول لي اذهب لأحمد ابن شوقي وقل له انه ينتظرك عند الحوض. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. والشاعر احمد شوقي كان في هذا الوقت مريض مرض الموت. رد عليه قال له ايه؟ قال له: يا رب عجل بها، طالما هشوف النبي بعد الموت بعد المنية، فبيدعو ربنا انه يعجل بالموت. شوف مدى حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا معروف ان الشاعر احمد شوقي هو اللي قال قصيدة نهج البردة، واشهر ابياتها: واجمل منك لم تر قط عيني، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا معه عند الحوض يا رب العالمين. وفي آخر حديث أقول: ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.